سائلة تقول: أنا زوجة رومانسية. الله يبارك، الله يبارك. زوجة رومانسية جدا. أنا زوجة رومانسية جدا، وعاطفية جدا، حساسة، حالمة. الله يبارك، الله. هاي المرة بداية الطير. حالمة، أتلهف للكلمة الرقيقة الحلوة. مشكلتي في زوجي الذي لا ينطق أبدا بكلمات الحب. الله غالب، ربي يعطيك صندوق مغلوق. بل لا يعترف بحقي في الحب، فهو لا يتكلم أبدا. هذه راهي مشكلة موجودة في رأس كثير من النساء، خاصة النساء اللي يكبروا على أفلام مصر وعلى الأفلام البرازيلية المترجمة، وزادوا لكم الأفلام التركية. يعني هذا الحب هذا ماشي يعني مليح لو كان ينطق بها الرجل، ولكن ماشي لازم يكون بالنطق فقط. قادر الزوج يعبر لك على الحب، ماشي لازم بكلمة أحبك يا زوجتي. قادر طيبي له طياب، يقول ما شاء الله هذا طياب بنين. راجلك كي يقول لك طيابك مليح، ولا كش ما خيطتي له حاجة ما شاء الله بارك الله فيك، كي يمدحك، هذا كاع حب. ماشي لازم أحبك وهو يعبر لك، يجيب لك القفة ويحطها لك قدام رجليك، هذا ماشي حب. هذا كاع حب. الجزائري يعبر بالحب تاعو في كل مناحي الحياة، في كل مناحي الحياة. هذا هو التعبير عن الحب. انتم حابين غير أحبك كما في مصر.